السلام عليكم، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى. هنعمل مع بعض النهاردة سمك بوري سنجاري. أيوة، أنا اخترت السمك البوري عشان نقوي النظر بقى ونحمي من الجلطات والسكتات القلبية ونقلل الكوليسترول، طبعا عشان كله أوميجا 3 وفوسفور وحديد وكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ألف. أيوة، أنا نضفت السمكية بقى، جبت سمك بوري كبير، لازم سمك بوري كبير، وفتحته من الظهر، طلعت البطن ونضفته كويس وغسلته بالليمون والملح، خليته زي الفل، فصه ابيض وجميل زي الفل كده. هجيب بقى مستردة وهبدأ اتبل السمكية بالمستردة كده. المستردة بتعلي من الطعم بصراحة وبتخليه في حتة تانية كده. وهجيب بقى التتبيلة بتاعتي، طماطم، ايوه، حمض الفوليك، وهجيب فلفل اخضر وفلفل احمر عشان الناس اللي عايزة تخس بقى، ومضاد للالتهابات ومضاد للفطريات. واحط بقى عليه شوية ليمون بالشكل دوت، ومعلقتين زيت كده صغيرين، ايوه كده. وطبعا التوم بتاعي، معايا توم بقى، والتوابل بتاعتي الكمون والكزبره والشطه الحمراء، ايوه لازم احط شويه توم كده عشان اعلي المناعه كمان شويه. واحط معلقه خل، واضرب بقى التوم بالتوابل بتاعتي كلها في الكبه، واضيف الحاجات دي كلها على بعضها واقلبها كويس قوي. ايوه، هبقى طبعا انا حاطه جنب التوابل ديت شويه ملح، وابقى حريصه كده وانا بحط الملح، واعمل معادله بين الملح والليمون عشان السمكيه بتاعتي ما تحدقش مني. وغالبا السمك بيحب يعني ملحه يبقى قليل شوية عشان نستفاد بأكبر فايدة منه. هجيب بقى ورق فويل بالشكل دوت كده، احط شوية زيت على ورق الزبدة واوزعهم في ورق الزبدة كده عشان لما احط السمكية فيها ما تلزقش، ولو مش موجود ورق زبدة خلاص هي مش هتلزق في الفويل. واحط بقى التتبيلة بتاعتي اللي قلبتها كويس وخلطتها كويس على بعض كده بالشكل ده، ايوه، في السمكية كده، في كل أجزاء السمكية. التتبيلة دي ريحتها رائعة من قبل التسوية، جميلة. ولو عايزة تضيفي زيتون ممكن نضيف زيتون برضو على السمكية. ايوه، هبدأ الفويل بتاعي، ابرم الفويل بتاعي بحيث ان هي تاخد شكل السمكية بالشكل دوت، ابرمه كويس. وطبعا الطريقة ديت بتخليني اقدر احرك السمكية وهي مستوية وقبل ما تستوي، وبتبقى سهلة معايا في الحرك صراحة بالشكل ده. هبدأ ادخلها بقى الفرن. دي السمكية الأولى، هتبل السمكية التانية مع بعض برضو اوريكم. حطينا المستردة هبدأ بقى الخليط بتاعي احطه برضو في السمكية بالشكل دوت، واوزع كده بالشكل دوت. هخلص بقى وهبرم برضو نفس البرمة كده بالراحة، ايوه، هبرم الفيل كده على السمكية، اخليه ياخد نفس شكل السمكية كده، جميل، بيبقى شكله على السفرة رائع بصراحة، وسهل في الحركة زي ما انا قلت، احركه زي ما انا عايزة بسهولة بالشكل دوت. طبعا السمك ده في التسوية بياخد من 7 ل10 دقايق، بس لازم نار عالية، لازم اشغل الشواية واشغل من تحت على اعلى درجة حرارة. وده شكل السمك بتاعي بقى بعد ما استوى بقى بالشكل دوت، رائع، ريحته جميلة بصراحة. انا بحب يعني انا اشوفه سنة كده من فوق بالشكل دوت. ده شكل الوصفة بتاعتنا بقى. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.